يا عبد فضلك عظة من الحياء والموت ولا دايم الا الاله واحد احد. تمام. فانت ممكن تشرح لنا ده بيعمل ايه؟ يعني انت ليه بترمي؟ ده يعني ممكن العب كوره لغايه وقت 61 سنه نعرف دلوقتي منهم كل اسرار مهنه الصيد. ازيك يا عم سمير؟ الله يكرمك. ازيك يا عم محمد؟ كله تمام؟ بص يا عم سمير، اتفضل. احنا دلوقتي صورناك اما انت كنت بترمي الشبك ده. تمام. فانت ممكن تشرح لنا ده بيعمل ايه؟ يعني انت ليه بترمي؟ ده بيقعد الكاميرا ده بيقعد في الميه للصبح. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الشبك اللي انت بترميه. يعني اللي انا رميته ده بسيبه للصبح. تمام. بشيله امتى؟ ايه؟ بعد صلاه الفجر. تمام. واخد بالك؟ طبعا السمكه بتبدا تقعد من امتى؟ يعني ده زي طعم السمك. ده بتنه في الميه لغايه الصبح. سمكه جايه كده سمكه جايه كده تقعد فيه. حسب تسهيل ربنا يعني. تمام. زي ربنا ما بيقسم بيه بيجينا في الشبك. بالظبط. واخد بالك؟ بنخلص الشبك والحسنه اللي بنجيبها بنطلع بيها الحلقه نبيعها. واخد بالك؟ وبنرمي امتى ان شاء الله؟ زي دلوقتي كده على الساعه مثلا 5. وتسيبه لحد 5 الفجر مثلا. ايوه. يعني مثلا تسيبها في البحر 12 ساعه. 12 ساعه في الميه. وتيجي تاني يوم تشوف بقى الدنيا ايه ايوه. طب انت بقى مش معرض ان انت في ال 12 ساعه دول حد يجي هو ياخد الرزق ده؟ لا، ما هو شوف هو صيادين يعني. كل واحد له مكان بيرمي فيه يعني كل واحد له مهنه في حاجه. ولا ليه مكان؟ لا ما حدش له مكان. ما حدش له مكان معين. تمام. فانت مثلا بترمي الجزء بتاعك. واجي انا مثلا صياد ارمي الجزء بتاعي. ايوه. فاجي انا لو انا لميت بتاعك عادي. لا كل واحد له شبك. كل واحد له شبك. هو انا كل واحد يعني مش كلنا معلش. ده بتاعنا احنا. معلش شوف معلش. شوف انت صياد وانا صياد. انا بطرح الشبك بتاعي. وانت بتطرح الشبك بتاعك. تمام. بس في حاجه انا رميت هنا. بترمي انت جنب مني وغيرك بيرمي بعد مني. كل الصيادين بتقعد ايه جنب بعضها، ده يرمي هنا ده يرمي هنا ورزق على الله. فهمت. حسب النصيب. ممكن انت تاخد وانا ما اخدش. بس انت مثلا ده الشبك بتاعك مثلا. فكده كده ما حدش هيجي ياخده. لا انا حرام يسرقوا ولا حاجه. ايوه. ده بقى براك. لا ده برانا بقى. يعني شوف انا بسيب مركبي انا بسيب مركبي وبسيب المركب مفتوح بغزله بحاله بماله والناس دي تعرف كويس. بس هنا احنا عندنا هنا كلنا عارفين بعضنا. ان جانا حد غريب ما نعرفوش هو ده اللي بيأذيني. فاهم. اللي جانا حد من بره احنا ما نعرفوش هو ده اللي بيأذيني. فده اللي انت تشك فيه. لكن اللي منك مش اللي مني اللي يعني واحد زي ده انا اعرفه هو يعرفني. ليه بقى؟ لان احنا هنا كمالات لبعضنا. الكمالات لبعضنا ازاي؟ هو ده راجل قواربي وانا راجل صياد. هو محتاجني وانا محتاجه. صح. ليه؟ لان انا بسيب مركبي. هو شايف عينه شايفه مركبي. وشايف حاجتي ان الحاجه دي بتاعت مين؟ بتاع عم سمير. خلاص بقى ما حد يجي له غريب ولا حاجه يبقى عينه عليه. فهمت. هنا الصيادين كلك مع بعض هنا يعني ايه محبه واحده يعني. اما ان كان يجينا حد غريب من بره ده ما نعرفوش ده بقى الله غالي. وانت عم سمير بالك في الشغلانه قد ايه؟ انا بقالي دلوقتي كرصياده بقالي 45 سنه يا عم. 45 يعني انا سني 59 سنه. ربنا يديك طول العمر. يعني انا بشتغل وانا عندي 8 سنين. في الصياده؟ ما بتشتغلش غير صياد؟ اي طلبوني. شوف الاول زمان كانت الناس قليه كانوا بيبعتوا للي عنده لا مؤاخذه عيل يبعتوه عشان يعلموه. بعتوني انا يعني جاني الطلب للمدرسي. ابويا قال لي لا خليك معايا عشان تشتغل تساعدني. فاهم انت ازاي؟ تنتني انا افكار الصياده. ما اتعلمتش ما رحتش لمدارس. هي المدرسه بتاعتي مدرستك البحر. ايوه. انت لو قلت لي على حاجه تخص البحر هتعرف. اعرف. لو انت قلت لي اقرا الورقه ديت اقول لك ما اعرفش. طب اشمعنى حبيت المهنه دي او كده اللي انت بتعلق بيها او كده؟ اقول لك انا صلي على النبي. انا اتربيت فيه. وعشان لازم اكل عيش لازم احب مهنتي. صح. لازم احب مهنتي. لو كرهت مهنتي يبقى كده السواح. ولو انت استقللت القلي مش هتلاقي اليام. قول بقى المعلومه. يعني انت لو استقللت القلي مش هتلاقي اليام. لازم ترضى بالله. لو استقللت القليل مش هتلاقي اليامه. ايوه اسكندراني صح؟ لا انا برولوس. انا من البرولوس. البرولوس دي شركين الشيخ. تمام.
بس انا يعني ايه هنا من زمان. طب انت يا عم محمد صياد من زمان برضه؟ صياد من زمان واحد عنده 61 سنه ايوه انتوا بقالك 45 سنه ولا 7 سنه في البحر نفس الشغل ايه ومع بعض انتوا الاثنين على طول؟ مع بعض. مع بعض لا احنا 3 سنين بس مع بعض. انا شوف المركب دي هو يعني اصلا لازم اثنين يبقوا على المركب؟ لازم لا ممكن يبقى 2 و3. المركب دي بتاعي يعني، والراجل ده برضه حبيبي راجل بتاعي معايا يعني. بناكل عيش اخوي، بناكل ونشرب مع بعض، عايشين مع بعض يعني. واخد بال سيادتك؟ فطبعا هو المهنه كده انا اتربيت فيه. ما هو انا لو لقيت مهنه تاني مش هعرف ان انا اشتغل فيها خبط لازم. بس انت حبيتها. بس انا حبيتها. خلي بالك هي مهنه احسن من مهنه اي مهنه. ولما تيجي تسال واحد على البر ساعه ما تبطل تروح البيت خلاص ما حدش يعني اسمح لي معلش، يعني لما ساعات بسأل من الصياده اقول ده كار الصياده مش عارف ايه واسف منه. يجيني واحد على البر يا عم انت كويس عن غيرك، ده احنا على البر مش لاقيين شغل. بيحصل صح. يعني في ناس، احنا في نعمه هنا في ناس كل يوم ناكل سمك. بس هو اسمح لي احلى حاجه صنعه الصياده، احلى حاجه والله صنعه الصيد. طبعا بعدين انتوا فاهمين في السمك بقى اكتر مننا. اكتر منكم بقول لك صنعه الصيد. اي حاجه. لا صنعه الصيد شقه، صنعه الصيد شقه يعني. بس يعني بقى الصبر هي عشان الصبر. بس هي صبر، بتعلم الصبر. بس انت بتصطاد اي نوع سمك؟ اي نوع سمك، اي اللي بس انت بقى لما بتيجي بعد الفجر اللي بتلاقيه بتاخده. شوف الشبك ده في على انواع يعني. ويجيب جمبري ويجيب فلاح. يعني طب هو انا عندي سؤال معلش، هو السمك ممكن يعني نوع الشبك يفرق في السمك اللي انت هتصطاده ولا؟ هي في غزل ضيق بيجيب غزل سمك صغير، وفي غزل وفي غزل واسع بيجيب سمك. انت اللي معاك ضيق؟ ضيق. طب انت ليه بقى بتبقى تجيب السمك الضيق مش الكبير؟ السمك الكبير في وسط البحر. فانت كده في الغرق، فانا ما بروحش الغرق. دار البحر برضه. المراكب الكبيره دي بتطلع في ظهر البحر. يعني انت كده هدفك انك السمك الصغير، انت مش عايز سمك كبير. لا انا عايزه كل حاجه، بس اللي عشان اوصل للدرجه اللي انا بكلمك فيه عاوز استعدادات جامده، عاوز مكان، وعاوز مركب كبير، وعاوز عدد يامي مكلفي، فكل حاجه على قدها. طب والسمك اللي انت بتجيبه بعد تاخده بتبيعه بتوع السمك ولا اللي انت بتبيعه انت للناس ولا فين؟ لا انا زي ما عايز ابيعه انا ابيعه الحلقه براحتي، ابيعه الحلقه ماشي، ابيعه للناس عادي انا حر. بس انا ليا حلقه، انا ليا حلقه مربوطين بحلقه. انا ليا حلقه بتعامل ابا عن جد. حلقه السمك. حلقه السمك. يعني انت لما تروح لسوق السمك اللي قدامنا ده كل واحد له قنطه وكل واحد له زباين. فهمت. يعني كل واحد له زباين ازاي؟ يعني انت راجل معلم، راجل معلم، لك قنطه ولك ناس ولك معلمين، واخد بالك بياخد منك السهم. فهمت. فالتعامل يعني كله مع بعض. طب عندك كم عيله يا عم سمير؟ انا عندي 2. عندهم كم سنه؟ واحد عنده 30 سنه والثاني عنده 20 سنه. شغالين معاك في المهنه برضه؟ ايوه، واحد صياد وواحد نجار. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يديك الصحه. وانت يا عم محمد؟ انا عندي 3 بنات وولد. عنده ولد واحد شغال بوهياجي برضه. انت عارف ان انا نفسي اخلف 3 بنات؟ والله العظيم نفسي اخلف 3 بنات. انا عندي مجدي ونوره وصفاء وعلي. يجيب لك الاسامي يعني. مجدي شغال. محمد راجل طيب خالص يعني. والله طيب. اللي بيسافر. ربنا يخليه. هو عنده ولد متعلم يعني بيسافر بوهياجي يعني. ربنا يخليه لك. بس احنا بنلعب مع نفسنا كده يعني. ماشي يعني احلى من انك تلعب في البحر. ما تلعب في البحر. صدق بالله. احنا عايشين احلى عيشه. صدق شوف انت برضه من كفر الشيخ؟ مركز بالبلوغ. مركز بطيء. احنا بتتابعوا كوره؟ الفيه بتاعتنا بنلعب كوره. بتشجع؟ لا بتلعبوا كوره لحد دلوقتي؟ انا ممكن العب كوره لغايه وقت 61 سنه تلعب كوره؟ يعني لو جالك عرض رياضي ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. لو جالك عرض من الاتحاد السكندري هتلعب؟ العب معاهم. هتجيب لهم الدوري؟ طب اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. اهلاوي. وانت يا عم سمير؟ لا اهلاوي. عم سمير شكله مش بتاع كوره على فكره. لا انا مش خلي بالك الجمبري والكابوريا مخليهم شباب. الله اكبر يعني. الله اكبر. عنده قصايد الاول. قول. عنده قصايد يقول القصايد الحلوه. قول قصيده خلاص عشان نختم بقى ونسيب. اللي عندك كلها كل. انتوا خلصتوا شغل صح؟ خلاص اقول القصيده عشان اسيبك بقى. لا خلاص بقى يقول لك لا اسال الناس. اقول الكاميرا ما تخليش اسال الناس، ورب يقول اسالني. الناس بتغضب ونفرح لما تسالني. احب عبدي في كل وقت يسالني. انت اللي
انت اللي مالفها بامانه. ايوه. ايوه بقول لك ليه اسال الناس وربي يقول اسالني. الناس بتغضب وانا افرح لما تسالني، احب عبدي في كل وقت يسالني. والله ما شاء الله. حل المراكب يوم العيد. لا ده عامل حاجات اي واحده بقى كمان عشان حلوا نسيبها. المراكب من المينا يوم العيد ومجمرين القرايه علي صوتك علي صوتك اللي بعيد. علي صوتك. ناس عايد على فطره وكحك العيد وانا بعايد على فرقه وبودع. ايه ده انت لسه لحد دلوقتي بتبقى على ابوك حبيبي. كل بتثبت اول زمان يبقى عليه مقزات. واخد بالك؟ ما كانش القهوه الا شرايط ولا كان تليفونات ولا كنا بنبعت ايه بقى؟ خد بالك يا محمد، ده اللي بتبعت لمين بس؟ للاولاد يعني. الاولاد بنبعت مكتوب كده نكتب فيه تكتب شعرك بقى. الشعر اللي احنا عاوزين نقوله. انا هنزل الشعر ده لو اتشهرت تفتكرني بالارباح. ماشي خليك زاد يا عم محمد. عجبكم هنا كاتبين الشعر بقى ايه وتاريخه يعني عشان خاطر ايه الغربه وكده يعني. الغربه طبعا يعني انت راجل شاعر اهو. بتاع الطمع بنسميه. خلاص هاتوا لنا بتاعت الطمع عشان نمشي بقى. عشان الشمس خلاص يا جماعه. يا عم الحاج الذاكره يعني الذاكره ما كانتش زي. هو على فكره يا عم محمد عايز يشارك. هخليه يمكن الراجل ده بيحب الشعر بتاعه. شكله لا لما كنا احنا مع بعض كده يقول لي كل حته كله يعني بنسلي بعض يا كده يعني. خلاص قول بقى على الطمع. يقول لك يا اللي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف، حتى اللسان اللي كان ينطق ايات وحروف لا صبح ناشف في قبره يشبه وتر محسوف، وماتوا العيون الجميله اللي كان منهم بيشوف. يا عبد فضلك عظه من الحياء والموت ولا دايم الا الاله واحد احد معه. اللهم صل على الله زي الفل. انا مبسوط قوي والله ان انا وقفت معاك الحبه دول والله العظيم. انا نشرف بك ومبسوط يا عم محمد. انا نشرف ان شاء الله السنه الجايه تبقى في النادي الاهلي. ماشي لسه تمام والله ربنا يخليكم يا رب.